اسمي روهندا آجر. سبب انضمامنا لهي الحملة كقوات حماية المرأة كانت لأن حملة يعني معنويات كانت كتير عالية فيها، خاصة بالأخص لقوات حماية المرأة. كانت لأن مقدسة، نحن عم نحارب ضد الدواعش، ضد الاحتلال، مشان شعبنا يقدر يعيش بأمان. بالأخص النساء اللي عم تعيش تحت الظلم هي كمان بتقدر تتحرر وتشوف حقوق تبعها، بتقدر كمان هي كمان الإرادة تبعها بتطلع، وهي كمان بتقدر تطلع من بين الظلم اللي عم يتمشى بين الشعب تبعنا. بالأخص بالمناطق اللي كانت فيها الدواعش، النساء شافت فيها ظلم كتير، النساء انظلموا كتير بهذيك المناطق. على هالأساس نحن كقوات حماية المرأة نحن رح نحارب ضد هذا الشيء، ونحن واثقين من الحركة تبعنا ومن القوة تبعنا كمان. نحن كنساء كمناضلات كمان ثوريات، نحن رح نكون مجاهدين لآخر نفس مشان شعبنا يقدر يعيش بأمان، والأهل اللي نحن عم نحارب مشانهم، ونحن عم نحارب مشان شرف وطن تبعنا. شرفنا هو الأساسي، هو وطن تبعنا، شعبنا يقدر كمان بيعيش بأمان. هذا كان يعني كان لأنه مقدس كتير، كله كان بفضل القائد أبو، هو اللي عطانا هاي القوة والفلسفة. طلع إرادة النساء تقدر تحارب ضد الدواعشة، ونحن رح نحارب ضد الخلايا اللي عم تطلع، المخدرات اللي عم تطلع، القتال اللي عم بيصير بين الشعب. نحن رح نوقف ضد هذا الشيء، ونحن واثقين من حالنا، لأن هاي الثقة اللي عطانا إياها القائد أبو من ضمن الشعب كمان. الثقة اللي هلا نحن عم نمسكها من الشعب تبعنا ومن الأهل تبعنا، هاي لأن معنويات بتكون كبيرة كتير، وبالأخص كانت بالحملة كانت معنوياتنا كتير عالية، خاصة نحن ضمن المنطقة تبعنا نحن عم نحارب وعم نطلع الاحتلال من المناطق تبعنا. كانت لأن معنويات عالية كتير، خاصة مناطق دير الزور كانت محتلة من ضد الدواعش، كانت لأن مقدسة يعني هاي الحملة. لهيك نحن بنقول دائما رح نكون على خط حرية المرأة، ودائما رح نكون على خط اللي شهداء اللي ناضلوا مشان الشعب. نحن رح نكمل هذا الطريق وما رح نستسلم، وبالأخير بنقول لا حياة من دون القائد.